السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا بعمله للمتابعين لشخصي المتواضع والمتابعين للقناة. ويعني برد فيه على سؤال أنا ليه كنت مش بنزل فيديوهات جديدة على مدار الشهرين اللي فاتوا. بس في الحقيقة في الأول أنا حابب أقول لكم إنه أنا بقدر جدا وبحترم جدا ومبسوط جدا من كل الناس اللي بتشوف الفيديوهات واللي بتقول تعليقات في الكومنتس، واللي بتتابع كمان الصفحات المختلفة اللي موجودة على وسائل التواصل الأخرى. وبمناسبة الحديث عن الصفحات اللي موجودة، اللي تبع القناة أو اللي تبع يعني شخصي، هحط لكم في اللينك بتاع التعليقات للي فيكم ما كانش أتيحت ليه الفرصة قبل كده إن هو يشوف الصفحات دي. هحط لكم صفحة الفيسبوك الخاصة بالتشانل وبيا، وكمان اللينك بتاع الانستجرام الخاص بيا، وده من خلاله ممكن يعني تكونوا على تواصل مستمر معايا، سواء من خلال الصور اللي بنزلها أو ممكن الشورتس اللي بنزلها، سواء على صفحة الفيسبوك أو على صفحة الانستجرام في الوقت اللي ما بكونش بعمل فيه فيديوهات على القناة. كان في ناس قبل كده كانت سألتني ليه مش بعمل فيديوهات على الفيسبوك. أنا ساعات بنزل، يعني ساعات كنت في فترة بنزل الفيديو على التشانل وعلى الفيسبوك، بس أنا في الحقيقة يعني مخلص جدا لليوتيوب، وبعتبر ان اليوتيوب يعني بلاتفورم محافظ على او منصة محافظة على نفسها، وهي اكتر انه المتلقي هو اللي بيجي لليوتيوب، سواء بيدور على موضوع معين او بيشوف فيديو اخر وبيطلع له في الترشيحات بتاعة اليوتيوب فيديو ليك، فهو بيبقى جاي اصلا حابب يعرف عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، بخلاف طبعا وسائل التواصل التانية او المنصات التانية اللي هو ممكن يكون انت بتظهر وهو بيسكرول او هو بيشوف الفيسبوك او الانستجرام او اي وسيلة تانية من وسائل التواصل. فدي حاجة بحبها في اليوتيوب، لانه اللي بيبقى جاي اوريدي وهو مستعد ان هو يسمعك وبيتفاعل معاك بشكل اكبر. عشان كده انا مكمل ان شاء الله على اليوتيوب. آم، طبعا هو الفكرة اللي حابب اقولها انه يعني لو انتوا بتتابعوا اي حد على اي منصة من المنصات وبتتابعوا المحتوى اللي بيقدمه، في ناس بتكون ال- الشغل على مواقع التواصل الاجتماعي او التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي ده بتكون شغلانتها الاساسية، بتكون مصدر رزقها. فالناس دي بتاخد الموضوع بجدية أكتر وبالتزام أكتر، لأن هو الموضوع ببساطة هو عبارة عن خوارزميات. آه، كل ما بتكون أنت متواجد وبشكل مستمر، كل ما أنت بتظهر في الترشيحات، كل ما المحتوى اللي أنت بتقدمه بيحصل على مشاهدات وبيحصل على متابعة، كل ما أنت بتكون موجود وبتكون متاح. والعكس صحيح، كل ما بتخف من ظهورك كل ما بتقل في الترشيحات. فلو انت هتاخد الموضوع او للناس اللي بتاخد الموضوع ان هو مصدر دخلها الرئيسي، الناس دي بتكون دايما متواجدة بشكل متواصل، بغض النظر عن ايه الظروف اللي هي ممكن تكون بتمر بيها في حياتها، لان ده شغلها زي ما احنا بنشتغل اي شغلانة، ومش دايما بنكون في احسن حال او في افضل مود، ولكن لازم بنشتغل علشان ده مصدر رزقنا. ولكن في فئة تانية من صناع المحتوى اللي أنا بنتمي ليها يعني، وهي دي الفئة اللي هي اوريدي عندها وظيفة أخرى، مصدر دخلها الرئيسي أو مصدر كسبها الرئيسي، والتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لها هو هواية وحاجة بيحبوا يعملوها أكتر منها أي حاجة تانية. الناس دي بقى او الفئة دي اللي انا بنتمي ليها زي ما قلت، بيكون عندها يعني تحدي اكبر، لانه ما بيكونش عندنا نفس الضغط ان احنا نكون متواجدين زي الضغط بتاع الناس اللي هي مصدر رزقها او دخلها موجود من اليوتيوب. فبالتالي
الموضوع بيبقى مرتبط اكتر بالحالة المزاجية، بيبقى مرتبط اكتر بالمود، بيبقى مرتبط اكتر كمان بالوقت. وهل شغلك الاساسي ممكن يسمح لك ان انت يكون عندك وقت فراغ تقدر ان انت تقدم فيه المحتوى اللي بتقدمه ولا لا. فدي كل دي اسباب يعني انا بقدمها لحضراتكم علشان لو انتوا بتتابعوا حد من الفئة دي تعرفوا ان هو ممكن ما يكونش متواجد بشكل مستمر، نتيجة ان هو مشغول بأي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي. واللي بشوف انه من اهمها طبعا فكرة ان انت تكون بتمر بظروف نفسية مش كويسة، أو تكون مضغوط، أو تكون مش في أحسن حال. لأنه فكرة يا جماعة إن أنت تحط الكاميرا وتتكلم فعلا هي يعني تبان إن هي حاجة سهلة جدا، وتبان إن أي حد ممكن يعملها، ولكن للي واخد الموضوع بشغف، وللي واخد الموضوع بحب، وللي واخد الموضوع بجدية، بيبقى الموضوع صعب. لأنه أنت لازم تكون أنت من جواك أساسا جاهز ان انت تتكلم وقادر ان انت تتكلم. ف انا كنت الفترة اللي فاتت بمر بهذه الظروف نتيجة ل فقدان اعز انسان عزيز جدا على قلبي. وكان صعب في الحقيقة انه في الظروف دي ان انا اكون يعني متواجد وبقدم محتوى، مع اني سبحان الله يعني الفترة اللي قبل ما أمر فيها بالأحداث دي كنت يعني ناوي إن أنا أرجع بقوة وأنزل فيديوهات كتير وأكون متواجد، ولكن انشغلت طبعا في الظروف دي، وده اللي منعني إن أنا أكون موجود الفترة اللي فاتت. فطبعا اعذروني. إن شاء الله هحاول إن أنا أرجع تاني. طبعا تشجيعكم ومتابعتكم وسؤالكم عليا بيكون حافز كبير إن أنا أكون متواجد. احنا دخلنا في شهر 6 ان شاء الله، يوم 16/6 هحتفل معاكم بمرور 7 سنين على القناة دي، او على اول فيديو نزلته على القناة دي. وده هو احتفال بالقناة واحتفال بعيد ميلادي كمان، لان اول يوم نزلت فيه فيديو على القناة كان يوم عيد ميلادي. فان شاء الله نكون موجودين مع بعض الفترة اللي جاية، وان شاء الله يعني زي ما في ناس منكم بتتواصل معايا وبتراسلني، يكون اللي انا بقوله ويكون اللي انا بعمله على القناة دي في ميزان حسناتي، وحاجة يعني تكون موجودة يعني تفيد الناس. الواحد مش موجود طبعا علشان الناس اللي بتتابع برضو المحتوى اللايت اللي بنقدمه. هو الموضوع مش بس انه الواحد بيتارجت انه يكون دايما في استفادة. ساعات بيكون في بعض الفيديوهات الترفيهية اللي بحاول اعملها مع حضراتكم علشان يعني ممكن بيكون من وراها فكرة، بس بحاول اوصلها بشكل غير مباشر. فان شاء الله نكون موجودين مع بعض الفترة اللي جاية، ومتشكر جدا لكل دعمكم ولكل الناس اللي بتتابعني، حتى لو كان عددهم مش كبير ولكن كلكم غاليين على قلبي، واتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة. السلام عليكم.